بالفعل معنا مفاجأة. ضحى من الخليج موجودة معنا في برنامج ليكن نور، وأيضا مع الأخت رشا. أهلا وسهلا أخت ضحى. هلا فيك. إحنا مبسوطين إنك أنت معنا. أنا كمان. عاوز أقول طبعا نعتبرها معجزة لما بنسمع المكالمة. أحيانا إحنا بنترك العمل للرب، الله هو اللي بيعمل. أنا دائما بحكي أخت ضحى على البرنامج، ورشا بتعرف هذا بكل وضوح. العملية مش عملية إقناع، ممكن يكون عندك تكون كل الأدلة وكل الإسنادات، لكن إذا الروح القدس ما لمس شخص وغير حياته، عمل معجزة في داخله، كله فاضي. فما هيش الفكرة إقناع. فأنا شايفك أمامي، وأنا سألتك على إنه إذا بتحب تشاركي شهادتك. أنت أجبت إنه عندك قناعة كاملة إنك تشهدي. طبعا. أنا حكيت لك بكل صراحة إنه هذا ممكن يكون خطر على حياتك. أنت ذكرت إنك مستعدة تدفع أي ثمن من أجل معرفة يسوع المسيح. أيضا طلبت منك، لأنه أنت كنت من قبل كنت بتقولي إنك كنت منقبة، أعطيتك حتى الفرصة إذا بتحب تحط النقاب حتى يعني ما يعرفوش هويتك أو شكلك، لكن أنت فضلت أنه تتكلمي مثل ما أنت بكل وضوح وبكل بساطة. ضحى، الرب يباركك وأهلا وسهلا فيك في هذا البرنامج. عاوز أسأل بكل بساطة، إيه اللي جذبك لشخص يسوع المسيح؟ يمكن أول شيء جذبني هو التواضع والمحبة. يمكن الرب يسوع ما فرق بين الرجل والمرأة بأي شيء، بالعكس نصفها حقها في المسيحية. هو الدافع هذا الأساسي بالنسبة لي، اللي خلاني أفكر مليون مرة قبل لا أغير ديني، كوني أنا من خلفية إسلامية وسنية يعني. فالمسيح. أعطينا فكرة عن حياتك. أنت كنت متدينة يعني متعصبة؟ لا، أنا ماني متعصبة، بس أنا من عائلة متدينة، وأنا متدينة، بصوم وأصلي وماسكة فروضي وإنسانة منقبة، وما أطلع من البيت حسب عاداتنا وتقاليدنا، يعني حتى التليفون ما أرد عليه لا. وماشي على خطاوي اللي أنا تربيت عليها. هذا صح وهذا غلط، وهذا حلال وهذا حرام، وواجبي كامرأة بمشي فيه، ما أعارضه، حتى لو كان في جواتي دافع يقول لي إن هذا الشيء ظلم نوعا ما، بس مقتنعة فيه، يعني مقتنعة فيه وراضية بأمر الواقع، لأن ما في بديل. لو كان في بديل بهذاك الوقت يمكن كنت اعتراضت أو قلت، أو حتى لو كنت أبي أقول اعتراضي، كانت الصد يكون عنيف من المقابل. ما كان في تسامح في الموضوع، ما كان في نقاش، ما كان في أخذ وعطاء. لا، الشخص من يقول له كلمة، لا أنت كفرت، أنت قلت شيء ما يصير، أنت قلت، ما يعطوا فرصة إنك لا نهائيا، يعني نهائيا. طب شو اللي يعني نقطة التحول؟ إيش يعني الشيء اللي خلاك تتركي دينك وتأتي ليسوع المسيح؟ أنا على فكرة ذكرت يسوع المسيح خصيصا، هو رد على رشا، لأنه كتير ناس بيجوا ليسوع مش للمسيحية للأسف، لأنه كتير مرات المسيحيين بدنا نكون شهادة حية بنكون عثرة، ولا لا؟ صح. كتير مرات مسلمين جوعانين بدهم يعرفوا الرب، بس بيصطدموا بمسيحيين ما عندهنش الرؤية أو الجرأة إنه يتكلموا عن يسوع المسيح. صحيح. فشو اللي لفت انتباهك مرة أخرى ليسوع المسيح؟ في البداية لما جيت على المهجر، أول 5 شهور لي هني، أنا ما بعرف إنجليزي، وحد الصف اللي أنا درسته هو 3 متوسط، فما عندي أصلا يعني أي خلفية عن الإنجليش، يعني عن اللغة. فامرأة تجي من بلد وعندها 5 أطفال، تجي البلد ثاني، غير لغة وغير عادات وغير تقاليد، هذا صعب. بس أنا جازفت وجيت لهالمكان. بعد 5 شهور كنت عند واحدة من صديقاتي،
وكنا قاعدين نحكي وكذا، وقالت لي خليكي عندي لأن أنا في ناس اتصلوا فيني وجايين علي يتكلموا عن المسيحية وما مسيحية، وأنا أوريدي كنت متعرفة على واحدة متنصرة وكنت حابة إني أرجعها للإسلام. فلما قالت لي هالشكل أنا فرحت بيني وبينك، يعني أنا انبسطت إنهم راح يجون وأعرف شنو هذا الدين المسيحي اللي يخلي واحدة تترك إسلامها وتروح على هذول يعني وترتد. فلما جو هم قعدت معاهم يعني قعدت أتعوذ في البداية، أتعوذ من الشيطان، وأخذت ركن كذا في البيت أنا قاعدة فيه لحد ما خلصوا كذا وبلشوا يصلون. من ضمنهم كانت رشا، من ضمن اللي جو يبشرون. تبادلنا أرقام التليفونات. أول مرة كانت علاقتي مع رشا وأني أطلع معاها، عكس الرجاجيل اللي جو قبل هالمرة، لأن أنا امرأة فما أقدر أحتك في الرجاجيل. هي مرة مثلي فاحتكيت فيها يعني، وأخذت وعطيت معاها، وكنت ألمس فيها حاجة غريبة يعني، الحاجة اللي فيها أقوى من البشر. مستحيل يكون بشر يتصرف هذه التصرفات اللي فيها شيء عظيم. مثل يعني أعطينا مثل. متواضعة ومبتسمة يعني 24 ساعة مبتسمة. فيعني الواحد أنا قلت لك يعني يمكن يتنرفز من واحد من أولاده يعني. أيوه. وتلقى حواجبه كذا 111 والدنيا مقلوبة عنده. هي كانت مبتسمة 24 ساعة في 24 ساعة، وأنا كنت بنزل لها من الشقة حقتي 111 مرسومة 24 ساعة. لكن كيف كان نظرتك كمسلمة لمتنصرة؟ أنا ما كنت أعرف أنها متنصرة. لا، أنا كنت أتعامل معها أنها واحدة مبشرة ومسيحية من المسيحيين. مرة في مرة بعدين هي كلمتني قالت أنها هي متنصرة وكذا. بيني وبينك هي صدمة كانت بالنسبة لي، بس لما قالت لي إنها متنصرة أنا بلشت أعجب بشخصيتها، بلشت أحب إني أصادقها كذا وأمشي معاها يعني. وظليت بنروح ونرجع مع بعض وكذا. وكانت هي يعني شايف من في بذور يمكن يعرفوها اسمها كمون. الكمون هذا تسقيه شوية 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 لحد ما هو يطلع وينبت، ما يصير لا تكب عليه مي كثير ولا تقطع عنه المي نهائيا. كانت هي تتعامل معي مثل هذا الكمون، تسقي فيني المسيحية شوية شوية. أول ما تشوفني تنرفزت تروح يعني ساكتة، وأما تشوفني هادية تروح فاتحة الموضوع معي. فبلشنا أنا وياها الحديث يعني وكذا. كنت أشتاق إني أتكلم معها عن المسيح وكذا، وأسألها أسئلة، وكانت تجاوبني هي بكل صراحة، وهدتني كتاب مقدس وقالت لي اقرأي فيه كذا يعني بين فترة وفترة. أنا أقول لك أنا أول ما التمست المسيح التمسته فيها هي، قبل هو المسيح أصلا يجي ويلمسني. ممكن أسمع من طرف رشا إنه لما أنت كنت بتحكي معها بتكلميها، احكي لنا طبعا من طرفك أنت شو اللي كان بدور بيناتكم؟ هو أنا أول ما اتقابلت مع ضحى كانوا 3 يعني 3 سيدات اللي احنا اتقابلنا معاهم. الاتنين التانيين كان يعني لو أنا ببص بعين العيان الاتنين التانيين يجي منهم أو ممكن إن أنا أتكلم معاهم ويقبلوا عمل المسيح أكتر منها، لأن هي كانت ساعتها محجبة وكان جواها حزن جامد جدا و111 على طول زي ما بتقول كده. 111 يعني مكشرة 3 هنا كده. ربنا كلمني في قلبي وانا قاعدة عند صاحبتها وشاور عليها، قال لي خدي رقم تليفونها وكلميها، ده إناء مختار ليا. حسيت واحنا بنصلي عند صاحبتها ان ربنا بيكلمني بيقول لي كده. انا طبعا بالعيان ده طبعا حاجه من رابع المستحيلات، لكن انا خدت رقمها وابتدى ربنا يكلمني يقول لي وري لها محبتي، زي ما انا حبيتك حبيها، وزي ما انا بفرحك بستوعبك وبفرحك وباخدك وانت متضايقه واحضنك وافرحك واريحك. انا عايزك تنقلي لها ده علشان هي تعرف ان ده مني انا مش منك انت. وهو ده اللي كان بيحصل فعلا. يعني انا كنت بتعامل معاها يعني بحاول ان انا استوعبها.
فرق السن ما بيننا مش كبير قوي، لكن انا كنت بتعامل معاها كأم مش كصاحبة. يعني كنت بحس ان انا مامتها، بحتويها. وربنا كان بيديني ده. يعني في حاجات انا لما ببص لورا بقول طب انا استحملت ده ازاي؟ وهي نفسها بتقول كده. لكن الغريبه ان المسيح اما انا كنت بقعد بقول له يا رب يعني ظروفها صعبه قوي، انا مش قادره اتحمل، ربنا كان بيديني شحنه حب عظيمه كده، ويقول لي حبي، فارجع احب تاني وطبطب واستوعب واقف معاها واتكلم معاها وكده. واتنقلت لها محبه المسيح، لقيت لها الحياة في الكتاب. يعني أنا ما علمتش ضحى وهي تحكي لك، أنا ما فتحناش الكتاب المقدس وقلت لها تعالي نقرأ إنجيل متى فيه إيه وتعالي أشرح لك. لكن هي كانت بتقولي أنت ليه أنت بتعملي كده؟ أقول لها أصل الكتاب المقدس بيقول أعمل كذا كذا كذا. فهي كنا بتاخد الدرس العملي قبل ما ناخد بتشوف حياتك شهادتك من خلال حياتك. هي تقدر وهذا تتكلم. لفت انتباهك للمسيح من خلال شخصيتها. وايه النقطة اللي انت صممتي انه خلاص هاي اللحظة انا بدي امن واحط واضع حياتي في شخص المسيح؟ بعد علاقتي فيها ب7 شهور كنا انا وياها في السيارة وطالعين رايحين على مكان في اجتماع صلاة، واتخانقت انا وياها. وقلت لها انا ما عاد بدي لا مسيحياتك ولا بطيخ، انا بدي ولا بدي اسلام، انا بدي اعيش لحالي، اتركيني بكفي ما بدي اتكلم. هي ظلت تهدي في اعصابي يعني كذا وده. قلت لها اتركيني بحالي، ورحت لافه وشي على القزاز حق السياره وقعدت ابكي يعني واصلي ان يعني ربنا يمد ايده لي يعطيني اشاره. يعني انا ابغاها منك انت، انا ما ابغاها من بشر. اذا انت فعلا اله حي مثل ما هم يقولون، تشعر فينا، تحس فينا، تكون موجود ويانا، يا اخي مد ايدك لي. ابسط شيء انك تمد ايدك لي. وفعلا يعني ورشا شهدت هذا الشيء، ان الغيم تحرك بصوره غير طبيعيه، وسمعت صوت ربنا في وضوح يقول لي هذه ايدي مادها لك. وفعلا الغيم تحول على ايد على كف. وانا ما كنت مصدومه لان كان في سلام في داخلي. ومسكت موبايلي ورحت ماخذه كم صوره لما رجعنا البيت وعملت الصور كذا ودققت فيها، شفت وجه المسيح ورا الايد اللي انمدت من خلال الغيم. هذا الموقف انا عمري كله ما انساه.